يا ترى ايه اللي ممكن يحصل لو بطلنا ننام؟ لو صحيت من النوم يوما ما يا صديقي وقررت انك مش هتنام تاني، فده اللي هيحصل لك على مدار اسبوع كامل. بعد 24 ساعة لسه الامور تحت السيطرة شوية نعاس، قلة تركيز، رد فعل ابطأ وكافيين اكتر، ولكن تمام هتتعايش. بعد 48 ساعة يعني بعد يومين شوية هلوسة خفيفة وهتبدأ تتخيل حاجات موجودة معاك هي مش موجودة اصلا. هيجيلك تقلبات مزاجية حادة، ممكن تكون بتتكلم مع حد وفجأة تحس انك مش طايقه. طب لو انت بشكل ما قدرت تكمل لحد اسبوع كامل من غير نوم، هنا الجهاز المناعي بتاع جسمك خلاص هيخش في مرحله الانهيار. مش يتعب، لا ينهار بجد. هتحس بتقل في الكلام ومش قادر تكون جملة مفيدة. الهلوسه هتزيد وممكن توصل لمرحله الجنون، والقلب هيتعب جدا وهتزيد فرصه الاصابه بجلطه. واخيرا بعد 10 او 11 يوم، واللي حسب الدراسات دي اقصى مده سجلها شخص حقيقي صاحي بدون نوم، الجسم ساعتها خلاص، وممكن الموضوع ده يؤدي للوفاه. وفقا للمعلومات اللي عندي، فاللي عمل التجربه دي كان ولد عنده 17 سنه اسمه راندي. فضل صاحي لمده 11 يوم و25 دقيقه، يعني حوالي 264 ساعه بدون نوم. وده كان عشان مشروع مدرسي بيدرس تاثير الحرمان من النوم سنه 1964. ولكن مفيش حد عاقل هيغامر بحياته عشان تجربه زي دي، الا لو كان شايف بقى انه شخص ملوش لازمه ويستحق اللايك.